للاسف اليومين دول كلامنا كله بقى تيت. طبعا انتوا عارفين انا اقصد ايه. حتى لو احنا قاعدين بنلعب بلاي ستيشن مش بنلاقي حد نشتمه فنشتم الحكم، مع انه كمبيوتر يعني بنشتمه ليه؟ بس مش عارف، هو اي شتيمه وخلاص. قعداتنا مع اصحابنا، هزارنا، لازم يبقى فيه الفاظ مش كويسه، وكأن ده حاجه ميزه، وكأن انا كل ما اشتم اكتر كل ما فرصتي في الروشنه تكتر يعني. ده على جانب الهزار وبيبقى مسمى هزار. امال الجد بقى، لو حد كسر عليا بعربيته، لو حد نرفزني، يا ترى ايه اللي بيخرج مني؟ والكتاب بيعلمنا وبيقول لا تخرج كلمه رضيه من افواهكم. وكلمه رضيه هنا مش بيقصد بيها شتيمه، ولا يقصد بيها اللي احنا بنقوله في الهزار او في الجد، لكن يقصد بيها ان كل كلمه ما تبنيش اللي قدامي وما بتعودش عليه بكلمه منفعه ما اقولهاش. طب هي كده خلاص باظت، خربت، مفيش امل، احنا كل اللي بنقوله عك. لا، في امل. واحد بس اللي يقدر يغير، واحد بس اللي يقدر يغير لساني ويغير فكري، وهو المسيح، ويخليني اقول كلام كويس بدل ما انا عمال اقول تيت.